المكرونة البشاميل بدون بيض وقطايف باللحمة المفرومة. طاسة على النار فيها معلقة سمن و3 بصلات متوسطين الحجم، هديهم تقليبة لحد ما ياخدوا لون ذهبي، وبعدها هنزل عليهم بنص كيلو من اللحمة المفرومة. ولو أول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة واعملوا لايك وشير عشان يوصل لكم كل وصفاتي، وده هيكون أحلى عصاج لحمة هتعمليه. مش بس المكرونة البشاميل، كمان تقدري تعملي منه وصفات كتير. هنزل على اللحمة المفرومة بحبهان ورق لورا، نص فلفل أسود، نص 7 بهارات، ربع كمون، معلقة ملح ومعلقة سكر، وأقلبهم كويس. وآخر حاجة هنزل عليهم بقرن فلفل رومي، بيفرق جدا في الطعم. جربوا الوصفة دي وهتعجبكم. هجيب حلة على النار فيها مية بتغلي، ضفت ليها معلقة ملح. هنزل 800 جرام مكرونة بمعادل كيسين. هسلق المكرونة 3/4 سوا. ويلا هنعمل البشاميل. 3 معالق كبار سمن، 3 زيهم زيت، و5 معالق دقيق. انا بحب كمية الزيت والسمن تكون اكتر من الدقيق. هقلبهم لحد ما ريحة الدقيق تظهر وتاخد اللون الجميل. اول ما تاخد اللون اللي ظاهر ده هنزل ب5 اكواب من اللبن وهديهم تقليبة، وهنزل عليهم بمكعب مرقة، ربع فلفل اسود، ربع 7 بهارات، ورق لورا، حبهان. هديهم تقليبة. والناس اللي بتقول البشاميل اللي بيكلكع منها متقلقيش، وطي النار عليه وهو هيبقى كريمي. شايفين هو كده ابتدى يتقل. انا مش عاوزاه تقيل خالص، عاوزاه وسط. واخر حاجة هنزل بنص كريمة لباني، ولو مش متوفر ممكن تستغنى عنها ويبقى البشاميل جميل برضو. وهنزل بالمكون الساحري معلقة صلصة بديل للبيض والجبنة، وهيحمر معاكي وش المكرونة. وكده هيكون البشاميل معايا خلص. هجيب الصينية اللي انا هعمل فيها، هدهنها سمنة مش زيت. الزيت هيخلي معاكي المكرونة تلزق، لكن السمن بيبقى افضل من الزيت. هحط شوية بشاميل على المكرونة ومعلقتين بشاميل في الصينية، وهقلبهم كويس. الخطوة دي بتفرق جدا وبتخلي المكرونة البشاميل جوسي وتحفة. ودي اللحمة المفرومة اللي عصجناها مع بعض. هضيف الكمية كلها على المكرونة، هوزعها في كل الصينية. وبعد ما ضفت كمية اللحمة هضيف الطبقة التانية من المكرونة. بجد يا جماعة المكرونة دي فوق التحفة، هنجربوها وهتقولولي رأيكم. انا متأكدة ان هي هتعجبكم. هنزل بكمية البشاميل وهدخلها الفرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة. كده هتكون المكرونة البشاميل خلصت. كان عندي شوية لحمة مفرومة هحشي بيها القطايف، وهقفل القطايف كويس عشان ما تتفكش مني. وهخلص الكمية وهرجع لكم. زيت ساخن هقلي فيه القطايف، والنار تكون متوسطة مش عالية. وكده هتكون اكلتنا خلصت النهارده. يا رب تكون عجبتكم. تابعوني في فيديو جديد.